كده بقى قطعنا الكرنب بالمنظر ده. تمام. وبشرنا الجزر كده. تمام. كده بقى ايه، بشرنا الجزر وقطعنا الكرنب، هنقلبهم كويس جدا كده مع بعض. تمام. هقول لكم بقى ايه الخلطة السحرية اللي احنا بنعملها عليه. كده بقى انا جبت نص كيلو مايونيز. لو الكرومبة كلها كيلو مايونيز على بعض، لو نص الكرومبة نص مايونيز. وهحط كمان، انا اول مرة اجرب بقى التجربة دي، انا على طول بعمله من غير زبادي. سمعت ان الزبادي بيديله سمك حلو وبيديله يعني طعم حلو، تيست حلو يعني. فهجرب المرة دي الزبادي، هحط كوبايتين زبادي معايا. كده نزلت بكوبايتين الزبادي البلدي، هنزل عليهم بقى ايه، يعني كوبايه الا ربع سكر حسب الرغبه بقى، لو حابين كوبايه نص نص. اللي بيحبها مسكره ومظبوطه وتستها حلو بيحط لها الايه السكر المظبوط. هنزل بقى بمعلقه خل اللي هي نص لتر. نص لتر على نص الكرنبايه، لتر كامل على الكرنبايه كامله. هقلبه بقى كويس جامد جدا لغايه ما كل الخليط يمتزج ببعضه ويبقى كريمي زي ما احنا بنشوفه في المطاعم اللي احنا بنروح ناكل فيها. نقلب كويس لغايه ما السكر ده يدوب ويتجانس كله مع بعض. الخليط بتاعي كده بقى هقلبه كويس جدا. ده الشكل النهائي بقى للطبق بتاعي. والتست بتاع الزبادي اداله طعامه ما كنتش متخيلاه بصراحه، جميله. تسلم ايدي وبالهنا والشفا.